ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان والعيد، وربنا يبلغنا رمضانات كتير واعياد كتير يا رب ان شاء الله. النهاردة بقى اول فيديو في حاجة العيد او نواعم العيد زي ما بنسميها. اول حاجة هبدأ معاكم بالمعمول، ولان انا معروفة في العيلة يعني وفي بين الجيران وكده ان انا احسن واحدة بعمل معمول، فقلت اديكم الطريقة بتاعتي واقول لكم كمان جايباها منين. وهي سهلة جدا جدا، هم 3 مكونات فقط هنعمل بيهم احلى معمول. وهقول لكم كمان جبت الطريقة من مين، بس استمروا معايا في الفيديو هعرفكم كل حاجة. انا مش بشكر في نفسي عشان محدش يقول انت طالعه تشكري في نفسك، لا والله العظيم، هي انا بنقل لكم الواقع. يعني كل ما حد ياكل من المعمول ده بجد بجد بيطلب مني ان انا اعمل له وابعت له بجد والله العظيم، لدرجة ان انا اعتمدت الطريقة وعملت منها مشروع وبطلع اوردرات دلوقتي. ايه هما بقى ال3 مكونات؟ تعالوا نعرف. اول حاجة 3 مكونات في المعمول: دقيق، زبدة يكون نوعها كويس، سكر بودرة. 3 مكونات فقط فقط. والمفاجأة بقى اللي انا هقولك عليها ان المعمول ما بيتعملش بسوائل ولا مية ولا لبن، مفيش اي سائل بيدخل في عجينة المعمول نهائي. اول حاجة بقى بنجيب الدقيق وهننخله. انا هقول لكم مقادير الكيلو دقيق. كيلو دقيق ده كيلو دقيق اهو فتحته قدامكم زي ما انتم شايفين وبنخله قدامكم اهو. عايزة تنخليه مرة 2 3 انخليه، انا نخلته مرة اهو قدامكم. والدقيق ده جميع الاغراض، دقيق جميع الاغراض. لو حد عاوز يعرف اسم الدقيق اسمه الكوثر. لو انت معتمدة على دقيق نوع حلو وانت عارفة نتيجته كويسة اعتمديه واعملي بيه عادي مش مشكلة. هنا بقى هنحط السكر البودر سواء انت عاملاه في البيت او شارياه اي حاجة. انا عندي الاتنين فجبت الاسهل يعني. جبت بقى الميزان. كيلو الدقيق في المعمول بياخد 150 جرام سكر بودرة، وانا هنا لما حطيتهم على الميزان عملوا معايا 8 معالق كبار مليانين. هتحسوا كده لو عديتوا معايا المعالق هتلاقوهم 8 معالق كبار مليانين. هتلاقوني في الاخر كده حطيت نص معلقة، بس النص معلقة دي عشان كان في معلقة مش مليانة قوي ففرقت في 150 جرام. انتوا عايزين تعملوهم بالميزان 150 جرام ماشي، عايزين بالمعالق هيبقوا 8 معالق. وهاخد بقى ال 150 جرام سكر بودرة دول واحطهم على الدقيق. اوعي تعملي المعمول بسكر بتاع الشاي، لازم سكر بودرة عشان هنحطه على الدقيق على طول وما عندناش سوائل تدوبه. يعني احنا مش هنستخدم في عجينة المعمول دي نوع من السوائل يدوبه. وهنا حطيت بقى رشة فانيليا، رشة ملح، وحطيت كيس فانيليا بس هو ما ظهرش في التصوير. يبقى هنحط كيلو دقيق عليه 150 جرام سكر بودرة، كيس فانيليا، رشة ملح. وبعد رشة الملح بتحطي معلقتين كبار لبن بودرة لو متوفر عندك. مش متوفر هو مش هيفرق خالص، انا مش عندي وما حطيتوش اهو، بس هو لو عندك حطيه بيدي للمعمول طعم حلو في الاخر كده بعد ما يعني ما بتستوي بيبقى فارق في طعمه. هنا بقى اهم حاجة تيجي بقى للزبدة. الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، وكل ما كانت جودة الزبدة عالية انت المعمول بتاعك هيبقى جودته احلى. هنا انا بوزن قد ايه زبدة، 600 جرام زبدة. يبقى كيلو الدقيق بياخد 600 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ، تكون موجودة في المطبخ. لو انت حطاها في التلاجة طلعيها من قبلها بساعتين 3 كده عشان تاخد درجة حرارة المطبخ وتكون لينة خالص. وعليهم 150 جرام سكر بودرة او 8 معالق سكر بودرة مليانين، رشة ملح، كيس فانيليا او معلقة صغيرة فانيليا سايلة، وكمان هتحطي معلقتين لبن بودرة كبار لو متوفر عندك. خلاص مش متوفر خلاص. بصوا الزبدة من كتر ما هي لينة بصوا تمشي في المضرب ازاي. هنحط بقى كل المكونات دي مع بعض ونضرب لحد ما العجينة ما الدقيق ده يتشرب الزبدة دي كويس قوي قوي قوي، ويبقى كل ذرة دقيق متغلفة بالزبدة، يكون الدقيق ده يختفي تماما تماما. انا هنا استخدمت المضرب، عارفين الدراع بتاع المضرب اللي هو زجزاج ده الملولو ده، هو ده اللي بنستخدمه في العجين.
وعشان انا عملت لكم بس مقدار الكيلو فانا هستخدم بقى المضرب ده، هيكون اسرع من ايدي. انت ما عندكيش مضرب اعمليه بايدك عادي، افضلي زي طريقه الكحك كده ما بنبسه بالسمنه، بس الدقيق مع الزبده ده لغايه ما يختفي الدقيق معاكي خالص وتبقى عجينه هتشوفيها في الاخر. بصوا كده انا هفضل اعمل بالمضرب، هو ما بياخدش وقت على فكره خالص بالمضرب ولا بايدك، لان الزبده معاكي لينه فهيتعمل بسرعه جدا. لكن انت لو عايزه توفري مثلا ايدك وجعاكي زي ايدي كده اعملي بالمضرب على طول. هفضل بقى اضرب بالمضرب، انا عامله على سرعه متوسطه، وبعدين لما الزبده بدات تختفي مع الدقيق خالص سرعت السرعه شويه. وزي ما قلت لكم انت ممكن تستخدمي ايدك عادي. الطريقه دي بقى انا واخداها من جيراننا سوريين، وعمه هو اللي اداهالي، عمه سوري يعني اداهالي وقال لي الطريقه دي تحفه. والله من ساعه ما جربتها، انا جربت طرق كتير قوي للمعمول، كان بيطلع معايا ناشف وكان بيطلع مش حلو خالص، يا اما يطلع معايا ناشف يا اما يطلع معايا عامل زي المنين المصري. انا اقول لهم لا ده مش في الاخر مش معمول، ده منين. الطريقة دي هي أحلى طريقة أنا جربتها وطلعت قريبة من المعمول بتاع الشركات اللي احنا بنشتريه اللي مغلف من بره ده، اللي احنا بنشتريه من بره. ربنا يبارك له يا رب عشان طلع زيه بالظبط. بعد ما الزبدة بصوا دابت خالص مع الدقيق واختفى الدقيق خالص، بصوا بجيب جوانب الطبق من تحت والجوانب من الجنب كده واقلب معايا واضرب بالمضرب برضو عشان كله يتغلف الدقيق ده كله يختفي. بعد كده انا هقفل المضرب اصلا وهستخدم ايدي برضو، يعني انا هلم العجينة واعجنها بايدي. وفي الوقت ده احنا بنعجن براحتنا. ليه بعجن براحتي؟ لان المعمول انا مش حاطه عليه اي سوائل، مش حاطه فيه اي سوائل تخوفني ان انا اعجنه فيعمل عرق مني. السوائل هي اللي بتخلي الدقيق يعمل عرق، لكن الزبده مش هتخلي فيه عرق، فعشان كده انا هعجن براحتي. بصوا بقى هستخدم ايدي ان انا الم العجينه. بصوا العجينه بتتلم معايا ازاي واحده واحده. انا مش عايزه اسرع الفيديو، انا عايزاكم تشوفوا واحده واحده عشان محدش يقول لي الطريقه دي مش مظبوطه، مش ده المعمول. لا، المعمول ليه كذا طريقه. انت لو في طريقه اي طريقه منهم ناجحه معاكي اعمليها، لكن انا بقول لكم ان الطريقه دي هي بعد ما جربت طرق كتير هي اقرب طريقه للمعمول اللي احنا بنشتريه جاهز المغلف بتاع الشركات. ويا ريت تجربي وتعملي وتحكمي وقولي لي رايك في الكومنتات. تعالي وقولي لي انا جربت طريقتك وطلعت وحشه او حلوه يعني لو حلوه برضو قولوا لي. بصوا بقى بلمها كده بايدي بتتلم معايا بسرعه، طبعا هي لينه جدا، وكمان اليومين دول حر فمساعدنا ان الزبده تبقى سايحه ولينه وكويسه. يعني لو كان الجو لسه ساقعه كانت هتغلبنا شويه. بعد بقى ما بلم العجينه كده بايدي وخلاص بقى تتكور وتبقى عجينه، ابتدي بقى اشكلها. وعايزه اقول لكم ملحوظه على المعمول ده، ان انت لو مثلا عجنتي المعمول وحسيتي انك متاخره على الفطار مش او حسيتي انك تعبانه وعايزه تنامي، جالك مشوار هتخرجي، حطيه في التلاجة، غلفيه وحطيه في التلاجة، ووقت ما تكوني فاضيه ان شاء الله حتى تاني يوم طلعيه من التلاجة وشكليه وحطيه في الفرن يستوي. العجينه بتاعت المعمول دي ممكن تقعد معاكي في التلاجة لتاني يوم وتالت يوم، سويها براحتك. بصوا بقى انا كورتها اهي، بتليني بقى الكوره كده على ايدك وكوره كوره، وبعدين تحشيها بقى بالعجوه. انا هنا جبت العجوه وعملتها بس ما عملتهاش معاكم في الفيديو. انا خدتها سيحتها في الميكرويف، مش سيحتها، سخنتها في الميكرويف لغايه ما بقت لينه كده اقدر امسكها. اول ما امسكها كده تتعجن معايا، وحطيت عليها معلقتين زيت. وما تحطيش على العجوه ولا سمنه ولا زبده عشان ما تنشفش منك بعد كده لما المعمول يبرد، بتحجر جوه المعمول وتنشف. حطي لها زيت، الزيت هو الوحيد اللي مش هيخليها تحجر معاكي. حطيت عليها معلقتين زيت وكورتها كور صغيره على قد المعمول. وجبت بقى الاداه دي، الخشب دي بتاعت المعمول، جبتها. هي في طالع منها دلوقتي سيليكون، لو تقدري تشتري السيليكون وتجيبيها هاتيها.
ممكن بقى ما تشكليش باللي هي اشكال المعمول خالص، ممكن تشكلي باي شكل انت عايزاه عندك ان شاء الله، حتى بصامه، بظهر السكينه، بالشوكه، مش هتفرق يعني الشكل. بس عشان هو معمول، والمعمول معروف باشكال معينه، فاحنا بنحب نعمله زي ما هو. فانت حاولي مثلا بقى ايه تجيبي اللي هي السيليكون اللي طالعه جديده دي، عشان هي ارخص من الخشب، لو لقيتيها جيبيها. متهيألي السيليكون هيبقى في الاستعمال احلى من الخشب كمان. المهم بقى هكور كوره. انت بتكوري الكوره بقى على حجم اللي انت عايزاه، كبيره بقى صغيره. الحجم اللي عندي في الفيديو ده، لو عايزه تعملي زيه اعملي بقى كوره كده، بصوا بحجم الليمونه. وباخد بقى قطعه من العجوه على قدها. لو انت عامله كور العجوه كبيره اقسميها كده وانت بتعملي، وضمي عليها بقى العجينه وما تبينيش منها اي حاجه اهو، زي ما انا عامله كده. قفلي على العجينه بتاعتك كويس، ولفيها على ايدك كوره كده، واضغطي ضغطه صغيره، افردي العجوه جواها. احنا كده كده هنضغط عليها تاني لما نحطها في الاداه دي اهي. انا مش دهنه الاداه اي حاجه، انا بعملها على طول كده. لو انت حسيتي انها بتلزق معاكي حطي سنه دقيق صغيره، مع اني مش بحب الدقيق، او ادهنيها دهنه زيت. بس الافضل انك ما تدهنيهاش حاجه يعني، الا لو هي ملزقه معاكي. بصوا بقى الشكل طلع ايه. هعمل معاكم بقى واحده تانية. بصوا ما بتاخدش مجهود خالص، اول ما بعمل كده دوسه والتانية بتبقى لينه خالص على الاخر. وكمان اللي مساعدني ان هو كان الدنيا حر، فالزبده عجينه مش ماسكه. لما بنكون بنعمله في الشتاء الزبده بتمسك منك بسرعه وانت بتشتغلي. الزبده مخليه العجينه ماسكه، فبتحتاج تليين على ايدينا كتير شويه، لكن في الصيف لا. فانت اللي بقى في الموجه الحاره اللي احنا فيها دي عشان يبقى معاكي سهل. بص بلفها كده وادورها بعد ما قفلت عليها العجوه، واحطها جوه هنا واضغط عليها كده، بس بسويها من بره. وبتضغطي ضغطه صغيره كده على الترابيزه او الصاج اللي انت شغاله فيه اهي، بتطلع على طول. انا عماله اعمل لكم كده عشان تبان التفاصيل، يا رب تكون باينه. لو انت بقى هتسوي على طول بتظبطي الفرن بتاعك على درجه حراره 180 درجه حراره 180، عشان الحراره العاليه بتخلي المعمول منك يشقق وشه ويفتح كده من فوق ويشقق. اعمليه على درجه حراره 180، وحطي الرف في النص. اظبطي رف البوتاجاز على الرف اللي في النص على درجه حراره 180، تكوني مسخناه من قبلها ب10 دقايق، او اول ما تبتدي كده تكوني هتعملي المعمول وانت عارفه انك هتسويه في نفس الوقت، تروحي عامله البوتاجاز يسخن، وعلى بال ما تخلصي تظبطي الرف اللي في النص على درجه بقى الحراره 180، وتحطي الصاج بتاعك. هيقعد حوالي تلت ساعه 25 دقيقه، انت تابعيه بقى علشان حسب الفرن بتاعك. بصوا هنا بقى كده خلصت انا اهو، هدخله الفرن واما يستوي ان شاء الله نشوفه مع بعض ان شاء الله بعد ما يستوي. بصوا بقى ان الفرن بتاعي بيسوي من تحت، بس الشوايه لما بفتحها مع الفرن بتحرق لي الحاجه، فبستنى اما يستوي من تحت وبعد كده اولع له الشوايه من فوق. اديله بقى اللون اللي انا عايزاه، تحميص ابيض نص نص على حسب ما انا حابه. بصوا هنا كده هتحسوا ان في شويه ابيض وفي شويه متحمصين. شويه المتحمصين دول في ناس طالبينه محمص، وشويه اللي هم فاتحين شويه دول عشان مش عايزين متحمص. فانا بقى برضي جميع الاذواق وعملت كل حاجه في نفس الصاج. انتي لما بتولعي الشوايه تخلي بالك اول ما يستوي من تحت تولعي الشوايه، تخلي بالك تلف الصينيه شمال ويمين عشان ياخدوا نفس اللون. وخلي بالك الشوايه تكون هاديه، ما تولعيش شوايه حاجه العيد وانت بتولعي عليها الشوايه فوق. ما تولعيش الشوايه على اعلى حاجه، تكون هاديه متوسطه فيما تحت المتوسط كمان، يعني ما تعليهاش عن المتوسط لانها هتشقق لك وش المعمول او الكحك اللي انت بتسويه. لو هتسوي كحك بيبقى نفس الطريقه، هتفتح لك الوش بتاع المعمول وتخليه فيه فتحات وشقوق كده، مش هيبقى حلو خالص. فانتي زي ما احنا عملنا على 180 بنخلي برضو الشوايه على وسط او اقل من الوسط، وبتخلي بالك منه لانه الوش هياخد لون بسرعه. وتلفيه كده شمال ويمين. بصوا بوريها لكم بقى من قريب، بصوا لونها
تحفه. اقسمها لكم كمان بقى من جوه. ايه الجمدان ده، والله العظيم جامد جامد جامد. ان شاء الله انا هطلع اوردر يا بنات كمان كام يوم من المعمول ده. هما لما دقوه طلبوا مني ان انا اعمل لهم، ان شاء الله اعمل لهم وابعت لهم. بعد بقى كده ما يستوي خالص ويبرد تماما تماما، بروح جايبه العلبه بتاعتي اللي انا هحطه فيها كده زي ما انتم شايفين، وبرص فيها المعمول بتاعي واقفل عليه الغطا وكده تمام. في ناس بتحب تحط كيس من تحت وتقفل عليه بكيس من فوق، تقسمي الكيس نصين مثلا، تحطي كيس نصه في الارضيه، وبعد ما تخلصي تغطي النص من فوق نص الكيس التاني. عادي انا بحطه من غير كيس يعني، بحطه زي ما انتم شايفين كده في العلبه واقفل عليه وكده تمام. وربنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبعد عننا النمل، عشان احنا عندنا نمل كتير قوي. ويا رب بقى تكون الطريقه عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.